استاذ امير، اول مره نشوفك في الحياه السياسيه وانضمامك لحزب الجبهه، مم. هل ده مؤشر لان بعد كده ممكن نشوفك في مجلس النواب اسوه باستاذ مرتضى واحمد مرتضى؟ لا مش لازم، يعني مش يعني لازم. انت الوحيد اللي كنت بعيد عن العمل العام. انت بعيد عن العمل العام، ما دخلش انتخابات خالص، ولا زمالك ولا مجلس نواب. الاستاذ مرتضى واحمد مرتضى دخلوا الانتخابات دي ودي ونجحوا في الاثنين. اه بس هما دايما بيدخلوا مستقلين. انا اول مره حد مننا يبقى في حزب، فانا دخلت حزب. بس ده مش معناه ان انا هشارك في الانتخابات. انا دخلت في الحزب لان انا لقيت ان الحزب، يعني الاجتماعات اللي حصلت قبل ما ننضم للحزب، لقيت ان الحزب هو بجد عنده مشروع على الارض. يعني هو مش عايز يبقى حزب وخلاص. فدي حاجه، اول حاجه سالتها ان طب انتوا اخترتوني ليه، او ايه المطلوب مني. فلقيت حاجات كلها ليها علاقه بحاجات انا نجحت فيها في العمل العام. يعني احنا عايزينك تمسك الموضوع ده تشتغل فيه. عايزين افكار، عايزين حلول، عايزين حاجات. فحسيت ان هو في الاخر هو مش حزب ورقي، ولا حزب كده هيبقى موجود وخلاص. طلبوا مننا حاجات وبرضو الامانه، امانه الشباب اللي انا فيها كابتن حازم امام، فيها اسامي كبيره فيها جدا حسام وفنانين غالي، وفيها انا كده مع الكوره يعني. مم. فيها حسام غالي وحازم امام ووليد سليمان وحسني عبد ربه وسيد معوض. وفيها رامي عاشور وفيها احمد الاحمر وفيها محمد ابو العيله، دول على مستوى الرياضه. كوره. اه. فيها طبعا رجال اعمال وفيها فنانين زي ما انت قلت وكده. بس انا قصدي في الاخر انا ما بحبش الروتين. يعني انا ما عنديش تارجت في حياتي ان انا ابقى شخص بتظاهر ان انا مهم او عندي منصب معين انا يفرق معايا ان انا ابقى شخص مؤثر في الحقيقه. يعني حتى لو مؤثر لشخص واحد بس، فاهم. فان انا يبقى موجود في مكان ماليش لازمه، دي حاجه عمرك ما هتلاقيني فيها. يعني عمرك ما هتلاقيني ايه، خدوني معاكم، دخلوني معاكم مجلس اداره الزمالك كده، ابقى واحد من ضمن 10 كده بيروحوا الماتشات بيشربوا سجاير في المقصوره لما الكاميرا تيجي عليهم عشان يبين ان هو زملكاوي ومحروق مثلا او كده. او زي ناس مثلا في مجالس اداره تانية يقعد يقصف الجبهه على فيسبوك وبتاع عشان يبقى بيلم لايكات. او ابقى مش عايز ابقى تافه يعني، فاهم. عايز ابقى حقيقي وبعمل الحاجه اللي بحبها اللي بفهم فيها. فحزب الجبهه حسيت لما اجتمعنا ان هم ناس عندهم آه، مشروع. طالبين مننا احنا بقى مشروع. هم عندهم فكر اللي هو يا جماعه احنا عايزين نقدم للدوله وللحكومه حلول على الارض. مش عايزين اي حاجه ما ينفعش تتعمل. اي حاجه ما ينفعش تتعمل مش عايزينكم تتعبوا وتجتهدوا فيه اصلا. روح حل لي مشكله البطاله دلوقتي، قول لي جبنا ايه وعملنا ايه. روح حل لي مشكله الرياضه، حل لي مش مشكله الطرق، حل لي مشكله السياحه، حل لي فاحنا قاعدين دلوقتي هو ده اللي احنا بنعمله. تنزل انتخابات ما تنزلش في الاخر ده تكليف. الحزب هيكلفك تنزل، هتنزل. لكن انت مش داخل عشان تاخد كرسي، انت داخل عشان يكون ليك عمل دور حزبي. عندك حزب، بدل ما انت بتعمل الحاجات دي لوحدك، لا انت عندك كيان بيدعمك وبيوفر لك كل حاجة علشان في الاخر آه، انت نجحت في حياتك العامة لسبب. انت ربنا كتب عليك ان انت تبقى احمد الهواري لسبب، تبقى مشهور لسبب. في 10 مليون واحد تاني دخلوا حقوق ودخلوا صحافة ودخلوا محاماة وربنا ما ادالهمش الفرصة اللي عندك او اللي عندي. بس ربنا ممكن يبقى ادانا الفرصة دي علشان نتكلم باسمهم، عشان نساعد، عشان نطور، عشان نعرف نقول لأ لما نشوف حاجة غلط، نعرف نقول لأ. ف يعني ملهاش علاقة بانتخابات خالص، هي ليها علاقة بخدمه عامه انت نفسك بخدمة فيها. عامة ومشاركة حزبية في الفترة الجاية.